ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى يا بنات هنعمل مع بعض، بس قبل ما ابدا معاكم نصلي على النبي كده، وما تنسونيش بالكومنت الحلو ولايك وشير واشتراك في القناه. هنعمل الكشري المصري. جبت نص كيلو عدس اهو. نقيته كويس. احط له ميه واحطه على النار ونرجع نكمل سوا. يا بنات بعد ما حطيت العدس على النار وحطيت له معلقتين ملح، هسيبه يغلي غلوتين بس واصفيه ينزل اللون يعني اللي فيه، عشان انا عايزاه نص سوا. وهنا بقى هبشر بصلايه وسط كده، هبشرها للصلصه وارجع اكمل معاكم. اهو يا بنات بعد ما بشرت البصلايه زي ما انتم شايفين، هحط بقى شويه زيت، بس مش هكتر زيت عشان خاطر احنا هنحط زيت تاني، لان في تركايه في الصلصه. انا مش بحب اعمل الصلصه ببصل بس، ببصل وتوم بس. التوم مش بحطه دلوقتي، انا البصلايه بس تحمر شويه، تحمر كانك بتطبخي عادي، وهطشها بالطماطم. طبعا حطيت شويه زيت اهو مش كتير. طبعا الطماطم حطيتها في الخلاط اهو زي ما انتم شايفين. حطيت معاها قرنين فلفل حامي، ثانيه واحده اهو احمر، وهضربها في الخلاط على ما البصلايه تحمر. هنا بقى يا بنات بعد ما البصله احمرت كده، هنزل عليها بعصير الطماطم، اسيبها تتسبك شويه. طبعا صفيت العدس وشطفته كويس من الميه اللي بتبقى فيه عشان هكمل سواه مع الرز. هروح بقى ادق توم وكزبره ناشفه وملح عشان الصلصه. هنا بقى يا بنات دقيت التوم بالكزبره الناشفه، حطيت شويه زيت زي ما انتم شايفين كده، واحمر التوم كويس قوي كاني بقى بطش الملوخيه. وبعد ما تحمر هنزل بيها على الصلصه، هي تكون غلت غلوه كده، يبقى الصلصه بتاعتنا خلصت. هسيبها بقى تتسبك براحتها، وبعدين احط لها الملح والكمون بتاعنا. الصلصه غلت شويه، هنزل بقى بالثوم عليها هو اللي انا حمرته، واقلبها بقى واسيبها تتسبك مع نفسها. هناك بقى يا بنات انا حطيت في الصلصه ملح وكمون بس، ودلوقتي حطيت ميه للمكرونه اهو. هحط كيسين مكرونه اللي هي الرفيعه، انا بحب الرفيعه خالص دي، وواحد سباكيتي. طبعا ده احسن نوع مكرونه انا بحب، يعني انا عن نفسي بحب استعمله، ما بتعجنش وبتبقى جميله. هحطهم بقى في الميه اسلقها، وارجع بقى اعمل معاكم الرز والعدس. هنا بقى يا بنات جبت حوالي 4 بصلات كده، اقطعهم شرايح زي ما انتم شايفين خفيفه كده اهو. بعد ما اقطعها بقى في تركايه كده عشان البصله ما تتحرقش مننا وتبقى مقرمشه ولونها حلو. بعد ما اقطع كميه البصل دي انا بحطها في طبق غويط كده بلاستيك، هوريكم دلوقتي اهو. انا قطعت حبه حلوين، هكمل معاكم اهو عشان طبعا وقت الفيديو. هحط بقى شويه دقيق واقلبهم في بعض كويس قوي، وافردهم من بعض. بعد ما اخلص كميه البصل هوريكم. هخلص بس اخر واحده دي معايا هقطعها واوريكم انا هعمل ايه. تمام. بنات بعد ما خلصت تقطيع البصل حطيت دقيق زي ما انتم شايفين، بس طبعا حبه مش كتار قوي يعني، اللي هو ابدر بيه بس البصل كده وافركه في بعضه بحيث ان كله يشرب من الدقيق. التكه بتاعت الدقيق دي بقى بتخليه يبقى مقرمش وينشف معاكي من غير ما يتحرق، يبقى لونه حلو كده وفي نفس الوقت مقرمش وجميل. هقلب البصل حلو قوي كده لحد ما كله يتفك من بعضه ويشرب من الدقيق، واروح احط زيت على النار وارجع لكم تاني. اهو يا بنات بقى حطيت الزيت على النار، انزل بقى فيه بشرايح البصل زي ما انتم شايفين كده، اسيبها بقى لما تتحمر واطلعها بقى على مناديل. اهو يا بنات البصل بعد ما اتحمر شايفين لونه حلو ازاي، مش غامق وفي نفس الوقت مقرمش وجميل اهو. انا بس لسه مطلعاه سخن اهو، وحاطه باقي البصل بيتحمر. هنا بقى يا بنات جبت حله حطيت فيها شويه زيت، هنزل بيهم بالشعريه حوالي ربع كيلو كده. وطبعا حضرت، حاولوا يا جماعه ان مقدار العدس يبقى نفس مقدار الرز، يعني انا عملت نص كيلو عدس فانا هعمل نص كيلو رز اهو. بس طبعا احمر الشعريه الاول وبعد كده احط الرز. هنا بقى يا بنات زودت زيت من اللي انا قليت منه، اللي انا قليت فيه يعني البصل. طبعا بيدي تست حلوه قوي. فهحمر الشعريه كويس وغسلت الرز اهو،
وهكمل معاكم. بس انا حبيت اقول لكم ان بيفضل ان انت تحطي من الزيت اللي انت قليتي، اولا تستفيدي بيه اللي انت قليتي فيه البصل، وثانيا بيدي طعم حلو جدا للكشري. انا حتى الحبه كمان يعني فاض مني شويه اهو، هقلبهم في المكرونه. اهو يا بنات حطيت الرز، هفلفله بقى مع الشعريه كويس قوي، وحطيت ميه في الغلايه سايباها تغلي، وارجع بقى بعد كده نشرب الرز لما يكون اتفلفل معانا شويه. هحط له بس معلقه ملح واقلبه لحد ما يفلفل مني. بنات حطيت ميه للرز، هسيبه بقى يغلي غلوتين كده، وبعد ما يغلي غلوتين هنزل بيه عليه بالعدس واقلبهم سوا، واسيب العدس يكمل سوا مع الرز. يا بنات بعد ما الرز اتشرب كده هننزل بقى عليه بالعدس زي ما انتم شايفين اهو، واقلبه يكمل سواه مع الرز. هنا بقى يا بنات عشان اعمل الدقه بتاعتنا، دقيت حوالي 4 أو 5 فصوص ثوم بملح كده، هحطهم فعندك بقى في اي حاجه، في حله صغننه كزرونه زي ما انا حاطه كده، وهروح حاطه عليهم خل. طبعا الكميه على حسب ما انتي عايزه، انا احط حبه محترمين كده، واحط كمون وملح وارفعها على النار تغلي غلوتين كده، وبعدين تهدى اروح حاطه عليها ليمونتين. اهو يا بنات بعد ما حطيت حبه كمون وملح، هرفعها على البوتاجاز بقى تغلي غلوتين كده، وبعدين لما تهدى اروح حاطه عليها اعصر عليها ليمونتين كده، تبقى الدقه بتاعتنا خلصت. اهو يا بنات الكشري بعد ما غرفته زي ما انتم شايفين كده اهو. طبعا انا ما عملتش شطه عشان عندي شطه من دي قلت استخدمها. يلا ما تنسونيش بقى بدعواتكم الحلوه، وما تنسونيش بقى تحطوا لايك وشير وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. مع السلامه.